لو عندك قشرة دهنية في شعرك فأنا عايزة أقولك أنا حاسة بيكي جدا. الفيديو ده أنا بجهزهولك بقالي فترة وجايبالك فيه الخلاصة. أول حاجة لازم تعرفيها كويس عشان تعالجي القشرة، لازم تعرفي إيه أسبابها، لأنك لو فضلتي تعالجي فيها وتصرفي على علاجها وفضلتي تكرري في نفس الأسباب برضو القشرة مش هتروح. عايزة أفكرك إن القشرة الدهنية هي الطبقة الصفراء اللي بتبقى لازقة في فروة الراس، ما بتنزلش على الشعر من تحت، بتسبب ريحة كمكمة شوية في الشعر، وهي السبب الأول والرئيسي في تساقط الشعر. لو عايزة تعالجي التساقط عالجي القشرة، هتلاقي التساقط خف لوحده. أول حاجة من مسببات القشرة إن يحصل التهاب شديد في فروة الراس، زي مواد مثلا فرد البروتين او مواد غير معلومه المصدر لما تيجي على فروه الراس فتسبب التهاب وتبتدي تزود الافرازات الدهنيه عشان تدافع عن نفسها ضد المواد دي. تاني حاجه ان انا اوصل المواد بتاعه التصفيف سواء الزيوت او حمامات الكريم او حتى الكريمات لفروه الراس. الحاجات دي مخصصه لتصفيف الشعر نفسه من تحت مش الفروه. تالت حاجه ان انا بسيب زيوت تقيله على فروه الراس من غير ما اغسلها. لو انا عايزه اعمل حمام زيت بسيب الزيت على شعري من تلت ساعه لنص ساعه بالكتير، وبعد كده لازم اغسله. وبفكرك ان انا ما ينفعش اغسله بميه سخنه لان الميه السخنه بتضر فروه الراس جدا. تخيلي كده ان انت عندك زرع سقيتيه بميه سخنه. نيجي بقى للعلاج. العلاج هيكون بالبروتوكول ده بالظبط، وهيبقى غسيل الشعر 3 مرات في الاسبوع زي ما هقولك دلوقتي. اول حاجه قبل كل مره هتاخدي شاور فيها وتيجي تغسلي شعرك هتجيبي حاجه اسمها نقط كريلا، دي موجوده في الصيدليه، دي فيها ساليسيليك اسيد، والساليسيليك اسيد ده بيعمل تقشير لفروه الراس. هتنقطي على فروه الراس في كل الاماكن وهتسيبيها حوالي ساعتين قبل الشاور قبل ما تغسليها بالشامبو. تاني حاجه هتجيبي 3 انواع من الشامبو. معلش تعالي على نفسك شويه، بس لازم نغير في الانواع بتاعه الشامبو عشان الشعر او فروه الراس ما تعملش مناعه ضد نوع الماده الفعاله اللي موجوده في الشامبو. هتجيبي ال3 انواع اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي عندك، وهتستخدمي كل نوع منهم في مره غسيل، وكل مره لازم تسيبيه على الشعر مش اقل من 5 ل 6 دقائق قبل ما تشطفيه. اقل من كده يبقى هدر فلوس على الفاضي. بعد الشاور هتنشفي شعرك، طبعا مش بسشوار سخن، يبقى بسشوار يا اما بارد يا اما هتستخدمي فوطه مايكرو فايبر، يا اما في اضعف الاحوال لو عندك اي تي شيرت قطن قديم مش بتستخدميه بس يكون قطن 100% هتنشفي فيه شعرك كله. بعد كده هتسرحي بالكريم بتاعك او كريم التصفيف من تحت. طبعا الحاجه اللي انت بتسرحي بيها ما توصلش خالص لفروه الراس. الخطوه اللي جايه هتروحي صيدليه من اللي بتعمل تركيبات وهتطلبي منه تركيبه ساليسيليك اسيد 5%، وهتستخدمي بخاخ ده 6 بخات على فروة الراس بعد كل شاور، وهتسيبيه على شعرك من غير غسيل. بعد اسبوعين من الروتين ده القشرة هتختفي تماما، بس لازم علشان ما ترجعش تاني لانها مرض مزمن لازم استمر على الوقاية من القشرة على اللي انا هقولك عليه. هتبتدي تقللي عدد مرات استخدام الشامبو تدريجيا، يعني كنا بنستخدمه 3 مرات في الاسبوع، هتقعدي اسبوعين تستخدميه مرتين، بعد كده اسبوعين هتستخدميه مره، وبعد كده تبقى مره كل 15 يوم. بخاخ الساليسيليك اسيد هنمشي عليه على طول مش هنقطعه. خطوه اضافيه هتخلي راسك تتنفس والمسام بتاعت راسك ترتاح، وهتقلل افرازات الدهون لانها دايما هتبقى نظيفه. ان انت تعملي سكراب لفروه الراس. ازاي هتعملي السكراب؟ بالخطوات اللي هقولك عليها. هتجيبي معلقه بن، معلقه سكر خشن، ومعلقتين خل ابيض او احمر، وهتحطي عليهم 3-4 نقط يا اما زيت نعناع يا اما زيت شجره الشاي. السكراب ده هينضف فروه الراس، هيزيل اي رواسب دهنيه موجوده على فروه الراس. هتحسي بكولينج افكت بسبب زيت النعناع، وهتحسي ان فروه راسك اتنفست. اخر حاجه لازم تعرفيها ان علاج القشره بيسحب الدهون من الشعر، فلازم بيسبب جفاف الشعر. الحل الامثل بالنسبه لك ان احنا لازم نعالج القشره عشان نتفادى المشاكل اللي بتحصل بعدها مع استخدام روتين تاني لترطيب الشعر. ما تنسيش تعملي شير الفيديو لان انا متاكده ان ناس كتيره قوي بتعاني من الموضوع القشره خاصه في الصيف. وما تنسيش تدعيلي لما تلاقي القشره راحت خالص. ولو عندك سؤال اكتبهولي في الكومنتات وانا هرد عليكي على طول.